السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة تشفير الدوري والدوري فعلا هيتشفر ولا لأ؟ وهل الكلام اللي ممكن يكون بيدور على مدار الأيام اللي فاتت كلها في تشفير الدوري ويعني النهاردة أنا جاي أتكلم معاك على الموضوع من كل الجوانب بتاعته. جاي أعرفك هل هي مجرد إشاعة ممكن تكون موجودة ولا هي فعلا مطروح الكلام ده إن الدوري هيكون متشفر. بس خلينا قبل ما نخش في الموضوع على طول نشرح برضو للناس. طبعا واحد ممكن يقول لي طب انت هتشرح قصة التشفير دي وفي حد لغاية دلوقتي ما يعرفش التشفير؟ هقول لك معلش، يعني خلينا برضو نوضح الموضوع عشان تبقى الصورة كاملة قدامكم كلها وتبقى واضحة. موضوع التشفير طبعا انتوا عارفين ان، او هفرق لك الاول ما بين ان يبقى في قناة تحصل على حقوق الدوري حصري وما بين ان قناة مشفرة. حصري زي ما احنا شايفينها دلوقتي، وخلي بالك انا لازم اشرح لك الفرق بين الاتنين ليه، عشان كلها مراحل عدينا منها بمرحلة وهنوصل لمرحلة جاية وبعدين في النهاية هتروح لموضوع التشفير. المرحلة الأولانية زي ما كنتوا عارفين إن الدوري كان بيتذاع على 3 4 قنوات موجودين، وكانت القنوات كلها بتذيع الدوري ومفيش أي مشكلة. النهاردة أنت مش عاجبك المعلق صين بتقلب على القناة الفلانية بتتفرج عليه، مش عاجبك الاستوديو التحليلي في القناة دي بتروح للقناة التانية. نهينا المرحلة دي ودخلنا على مرحلة تانية جديدة، وهي مرحلة إن الدوري يذاع بشكل حصري على قناة وحيدة. ده معناه إنك أنت مش هتقدر إن أنت تتابع أي مباراة غير على هذه القناة، ولا حتى الهايلايتس أو بعض الأمور الخاصة بالملخصات والكلام ده كله مش هتقدر إنك أنت تتابعه بشكل أو بآخر غير على هذه القناة. حتى لو حد فكر زي بعض المواقع اللي هي ممكن تكون واخده الهايلايتس بتاعت الدوري وبتذيع الدوري، ده بيكون نتيجه مقابل مادي معين بيدفع وبتحصل عليه او بيحصل عليه الموقع ده ويقدر ان هو يذيع. انما التشفير وضعه مختلف. التشفير ده خلاص انت بعد ما هتعدي مرحله انك هتشوف الدوري على قناه واحده بس حصريه، هتخش على التشفير برضه هيبقى على قناه واحده حصريه، لكن مش هيكون متاح للجميع ان هو يتفرج عليها ويكون بيتابعها الا بمقابل اشتراك وجهاز استقبال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيكون في قيمة مادية معينة هتدفعها هنا وانت بتتابع جوه مصر، وجهاز استقبال اخر زي الاجهزة بتاعت الاستقبال بتاعت البين وزي السي ان اي والحاجات دي كلها والشو تايم، القنوات اللي هي بتكون مدفوعة بموجب اشتراك عشان تقدر انك انت تتفرج عليها، وتجدد الاشتراك ده بقى بشكل شهري او كل 3 شهور او 6 شهور او كل سنة زي ما هو موجود في باقي القنوات الاخرى. طبعا ده بخلاف قيمة الريسيفر او جهاز الاستقبال اللي هيكون موجود عندك وبيدعم خاصية التشفير عشان تقدر ان انت تتابع من خلاله. طيب ايه اللي بيدور جوه رابطة الأندية وايه اللي بيدور جوه اتحاد الكورة؟ طبعا قبل ما اقول لك على اللي بيدور، احنا مش بنحجر على حق حد ومش بنقول ان ممكن تكون انت مؤيد او معارض لوجهة النظر دي. هل انت شايف ان الدوري المصري كقيمة او كمنتج يدفع فيه اشتراك شهري عشان تتفرج عليه وتشتري له ريسيفر؟ فكرة ان اللي بيدور جوه اتحاد الكورة في الوقت الحالي وفي رابطة الأندية ان قيمة الاشتراك او الملف، خلي بالك من الحتة دي، الملف اللي بيتعرض دلوقتي على الأجهزة المعنية في هذا الأمر بتقول لك ان الدوري هيكون مشفر وقيمة الاشتراك هتكون 50 جنيه، بخلاف قيمة الريسيفر اللي هو لغاية دلوقتي هيتراوح ما بين 250 ل 300 جنيه. خلي بالك انا بكلمك بأرقام بأسعار موجودة جوه الملف اللي هو مقدم للجهات المعنية في الجزئية دي. حلو كده؟ يعني هتتفرج على الدوري المصري ب50 جنيه في الشهر، ده الملف اللي متقدم. ممكن الأسعار دي تختلف بقى بعد كده لما تحصل نقاشات ما بين اللي مقدمين الملف وما بين الجهات المعنية. المهم إنك في النهاية هتدور في فلك الأرقام دي، إما أزيد شوية أو أنقص شوية، وما أعتقدش إنها ممكن تكون أقل لكن ممكن تكون أزيد. طيب طبعا في حد ممكن يتبنى قصة التشفير فيجي يقول لك والله يا جماعة، يعني ما هو الدوريات العالمية كلها بيحصل الكلام ده فيها وفيها تشفير، وعشان تقدر ان انت تنمي من موارد الأندية وتقدر تنمي من موارد الرابطة. الكلام ده سليم، بس الكلام ده هنلجأ ليه امتى؟ يعني هل انت شايف انك عندك كواليتي الصورة
اللي ممكن تكون بتتفرج عليها في التلفزيون وبتنقل لك الدوري، هل شايف ان الكواليتي ده يستحق ان انت تدفع فيه فلوس؟ هل انت شايف، خلي بالك دي كلها اسئله مطروحه عشان اللي هيأيد فكره التشفير عليه انه يجاوب على هذه الاسئله. كواليتي الصوره شايفه كويس؟ هل انت شايف ان مستوى الدوري اللي موجود والمنافسه اللي موجوده وقوه الانديه اللي موجوده في الدوري، هل انت شايف ان المنافسه موجوده؟ ولا كده وانت نايم وهم بيعملوا قرعه الدوري كل سنه بتبقى عارف ان المنافسه هتبقى موجوده بين الاهلي والزمالك وريح دماغك بعد كده من بقيه الانديه؟ مين بقى ياخد الدوري؟ اهلي زمالك، المربع الذهبي ممكن كل 5 6 سنين كده يطلع لك فريق زي فيوتشر مثلا او زي بيراميدز تقدر تقول ان هو هيقدر انه يشتغل وهيقدر انه ينافس، بس برضه مش على الدوري. منافسه الدوري محصوره بين الاهلي وبين الزمالك. هل انت شايف ان جوده الملاعب تستحق انك انت تحطها في جانب التشفير وتقول ان انا هنا هشفر عشان انا عندي ملاعب جيده؟ هل انت شايف ان عندك مستوى اللاعبين اللي موجودين وقيمتهم التسويقيه تستحق ان انت تشفر بطوله الدوري؟ هل انت شايف مستوى التحكيم المصري على قدر كبير من التميز عشان تشوف؟ ما خلي بالك انا بشرح لك العوامل دي كلها ليه؟ لان العوامل دي كلها هي اللي بتخليك تفكر تروح للتشفير ولا ما تروحلوش، لان انت لازم يكون عندك عوامل لجذب المشاهد. هتشد المشاهد ازاي؟ هتشدها بالعوامل اللي انا بقول لك عليها. اذا كانت اجابتك على ال5 عوامل دول انها مش موجوده، طب هتشفر ليه؟ ممكن واحد يطلع تاني يقول لي ايه؟ يقول لي طب ما هو احنا هنشفر عشان يبقى في دخل عشان نطور الكلام ده. لا، عمر ده ما يعني المبدأ حتى او المثل يقول لك ايه، البيضه ولا الفرخه؟ يعني ايه فيهم اللي بتيجي الاول؟ لا طبعا، المفروض ان انت تطور الاول وتعدل العناصر ال5 اللي انا قلت لك عليهم دول، وبعد كده تفكر في قصه تشفير وتختار الوقت المناسب. مش بس بعد ما تطور ال5 عناصر، لا، لازم تختار الوقت المناسب بعد دراسه السوق المصري ورغبه السوق المصري وقدره السوق المصري. الكلام اللي بقوله لك ده كله هو في علم الاقتصاد، انا مش جايبه من عندي. يعني ايه قدره السوق المصري؟ يعني هل المواطن المصري في الظروف الاقتصاديه الحاليه اللي بيعاني منها العالم ككل، هل عنده المقدره انه يدفع اشتراك شهري عشان يتفرج؟ ولا هنيجي نشفر وبعدين نلاقي مفيش حد بيتفرج نرجع تاني وتضيع علينا بقى هدر الفلوس اللي راحت واتصرفت في الجزئيات دي كلها؟ الامور يا جماعه ما بتتاخدش كده، الامور لازم تتاخد بمحمل الدراسه قبل اي شيء، وبعد كده تفكر في تطبيق القرارات بعد ما تدرس القرارات دي قبل ما تطبقها. انما طبق وبعدين ادرس بعد كده، هي دي القصه وهي دي المشاكل اللي دايما بنعاني منها في الاداره الرياضيه في مصر. اشوفكم في حلقات جديده.